مساء الخير عليكم مشتركات الغاليات، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. نتمنى يا ربي تكونوا صحتكم لاباس. انا نهضر بزاف على الصحه، ونتمنى ان شاء الله نكون كيف الخير دخلت لكم لدياركم، ونكون بريق امل لكل وحده فيكم راهي تسمع فيا. اليوم جيت نهضر لكم على فتره الخطوبه، ولا هي نقول عليها هي عمود الزواج. هي واش راح تعيشي مور الزواج. فترة الخطوبة هي فترة باش نكتشفوا بها الشريك الآخر، وأنا مسؤوليتي كأنا ومسؤوليتك انتي كي تسمعي فيا، سواء كنتي أخت ولا أم، أنه نوعيو بناتنا ونوعيو خياتنا باش ما يوقعوش في أخطاء، لأنه الوقت اللي رانا فيه كثروا الذيابة بزاف وكثروا الخداعين بزاف، ولاد الفاميليا ولاو قلال، ونص البنات اللي راهم يتزوجوا فكا راهم يطلقوا، ولا تلقايها حاملة الميزيريا، حاملة الهم، حاملة المشاكل، وساكتة على جال كلمة مطلقة، ولا ما عندهاش دار اللي راح ترحب بها نهار تعاود تطلق وتولي. ها جينيرال حنا في الجزائر طفله نهار تخرج من دار باباها لازم تنساها، تجي ضيفه يومين 3 ايام كيما نقولوها زورو دور. فلازمنا نوعيو البنات تاوعنا ونوريو لهم وين يحطوا رجليهم. اليوم راكي تسمعي فيا انتيا، سواء كانت عندك اخت ولا كنتي ام عندك طفله، لازم تصاحبيها وتكوني معها وتوري لها وتبصريها مليح مليح، وخليها دايما تدير فيك ثقه ويعني تمدي لها النصيحه مديها لها من قلبك. هذه هي كيما قلت لكم، الا كنت تسمعوا فيا البنات المخطوبات، هي فتره باش نتعرفوا على الشريك، ماهيش فتره باش تكبر عنا العاطفة ولا نربيو لي سونتيمون. لا لا يا بنتي، ربي وردة وما تربيش المشاعر في هذه الفترة، ربي قطة وما تربيش مشاعر. والله غير صدقا بزاف البنات يعني يوقعوا في هذا الخطأ فترة الخطوبة. آه، تحسب براه جاها فارس أحلامها والدنيا، وتبدأ تبني في أحلام وما على باليش، وفيلم تركي وفيلم هندي وكذا. فيلم التركي وفيلم هندي جينيرالمون يخلص بعد أول ليلة من العرس تاعهم، يعني يطيحوا الأقنعة ويبانوا العباد على حقيقتهم. أنا أشوف في فترة الخطوبة من الأحسن أنتي كطفلة مخطوبة أنك تباني على حقيقتك قدامه بدون تصنع. ما كاله تتصنعي، ما كاله تي ماشي حنينه تبيني روحك حنينه، ما كاله تي ماشي سخيه تبيني روحك سخيه، ما كاله تي شريره تبيني روحك جونتي. لا لا، جينيرال بيني روحك على طبيعتك. على بالي بلي حنايا كامل نسا كامل فينا الانوثه وكذا، بيني روحك على طبيعتك، يعني عادي على هكا باش هو يقدر يتعرف عليك، ما يلقاش معاك بعد مشكل. شغل جيتي حاجه جديده وانا يولي يقول لك انايا ما كنتش دايرك هكا وانا ما كنتش حاسبك هكا. خلي روحك طبيعيه، اللي يحبك يحبك كيما راكي. ونجينا في الوقت في المقابل تفهمي معاه بلي يكون معاك طبيعي، ما كان له يتصنع. وخلال الهضره معاه ونأكد لك ونعاود لك، ردي بالك يجرف بيك التيار وتروحي للمشاعر، لانه شوفي المشاعر هذوك هما اللي يجيبوكم على وجهكم، هما اللي يخليوكم ما تعرفوش تختاروا شريك الحياه الصح، ومن بعد تولوا تندموا وتولوا تبكوا. رانا عايشين ورانا سامعين، عايشين في المجتمع، راه كل يوم البنات يتزوجوا، واللي قد اللي يتزوجوا قد اللي راهم يطلقوا، رانا نشوفوا يعني ودموعكم عزاز وغاليين على قلبنا. انا ماذا بيا حتى المراه ما تتألم، لانه الألم حاجه صعيبه بزاف. ففي هذه الفتره سي تعرفيه هل هو انسان محترم ولا ماهوش، هل الانسان هذا يحترمك غدوه ما غدوه نهار تغلطي معاه، وين نحط في قيلو، يعني من خلال النقاشات اللي يكونوا بيناتكم نهار تغلطي معاه تشوفي هل تسامح معك، هل جاه الموضوع وتسامح وقال لك خلاص، هل دا موقف يعني وضرب بالشهر والشهرين وما هدرش معاك وما حوسش عليك، هذا ديري عليه كرواج اختي على البكري. هل انه نهار اختلفتوا انتي وياه وصل وين سبك وتجرأ عليك بكلام اللي غير مقبول، دونك هذا ثاني كيف ديري عليه كرواج حيديه اكوتي. شوفي يعني لا فاصون تاع الهضره نتاعو كيف، هل هو سريع الغضب، هل هو انسان كالم يعني هادئ ياخذ الامور يعني كيما نقولوها برزانه. هنايا يبان لك هذا بالنسبة، يعني إذا شتيه رزين، لا شتيه يعني عصبي شوية شوية يعني في موضوع جدي وكذا، هنا راح يبان لك مقبول. لكن إذا شتيه من أصحاب الكلام البذيء ومن أصحاب الناس اللي يتجرؤوا على الله، كاين يعني ما شاء الله لا يبارك فيهم، وشفتيه يعني من الناس هذوك اللي يرفدوا شنايف يرفدوا نيفهم كيما نقولوها بالشهرين 3 اشهر، هذا غير خليك منه لخاطر على راح يشيطك ومن بعدها يتعامل معاك بالعقوق هذيك الطريقة تاع يقول لها صمت العقابي، فهمتيني؟ فردي بالك. وتاني حاجة اللي تقدري تهدري له عليها ولا تجبدي له
لسانه عليها هي النظرة نتاعو للمرأة. يعني هو وجهة النظر نتاعو كيفاش يشوف المرأة، هل يشوفها هي إنسان لازم يحترم، هل يشوفها أنه المرأة هذه هي يماه، المرأة هذه هي أخته، المرأة هذه هي غدوة إن شاء الله تكون بنته، المرأة هذه هي إنسان كما هي كما هو يستحق الاحترام والتقدير، ولا يشوفها أقل منه، يشوف كاين ناس يستعملوا واحد الألفاظ كارثية، هل يشوفها كاين 40 منها في السوق، هل هو من نوع تاع الناس اللي المرأة شغل امبوبي، وهل هو من هذوك الناس تاع اللي يعرفوا من الشرع غير ربعة مثنى وثلاثة ورباع وما فهم على بالهمش الآية على واش راهي تهدر، المهم يتبعوا وخلاص كي النعاج. يعني هنايا راح تعرفي انتي وين راه محلك من الإعراب، بلاصتك وين راهي. إلا لقيتيه إنسان مقدر للمرأة ويحترمها وشايف بلي المرأة عندها حقوقها وعندها واجباتها وهي كما نقولوها كيان في حد ذاتها، اتس اوكي. إذا شفتيه بلي اللي جابك يجيب غيرك وخاوتك 40 في السوق، اختي سرحي على البكري، هذا انا اديها من عندي، انا نبصم لك بالعشرة، نتحاسب على فمي، نتحاسب على واش خرجت. حاجه واحده اخرى اللي تقدري تانيك تجبديله تجبديه يعني تفيقيله فيها، اللي هي البخل. شوفي، قبل ما نهضر لك على البخل، الرجل البخيل، ها ردي بالك، ردي بالك تتزوجي به. راكي مفتحة مثلا وتخرجي معه راح يبان هذا الرجل البخيل، يعني كي مثلا رحتوا الغيستو ولا مثلا خرجتي معاه اذا شرالك ولا لا فطرك ولا لا، يبان من لي كادو نتاوعو، يبان من الخرجات نتاوعو، يعني يبان. واذا كنتي ما تخرجيش معاه وماهوش مفتح عليك ولا ما تخرجيش معاه ما يهمش الموضوع، انه راح يبان في المهيبات نتاوعو. المهيبات نتاوعو سكيلك يجيب لك حاجه عندها قيمه وعندها معنى. هذا الشيء ماشي معناته انه هو مسكين يخدم شهر 100 في النهار راح يجيب لك جبه بمليون ويجيب لك باغفا اوريجينال ولا لا، يعني على حساب البيجي اللي عنده، يعني في حدود واش يسمح له المبلغ المالي اللي راه يتقاضاه في اي في الايام تاعو. وما تنسيش راه العرس راه مسؤوليات، راه كاين بزاف صوالح يعني ناخذوهم كاع بعين الاعتبار. لكن اون جينيرالمون شنو جينيرالمون راح يبان لك على حقيقته اذا كان بخيل ولا لا. كاين ناس والله غتلقايهم لاباس بيهم وعندهم وكذا، وفي المهبات تاعهم يجيبوا صوالح يبخسوا حتى تحشمي باش توريهم قدام لا فامي. صراحه الرجل البخيل اختي ما تقدريش تعيشي معاه نهائيا مهما كنتي صباره، فالوغ مكاله. حاجه واحده اخرى اللي راح نقول لك يعني هضري له عليها في فتره تاع زواج، واللي هي الاهل نتاعو، علاقاتهم مع بعضهم، علاقاتهم بخوالهم، علاقاتهم بعمامهم، علاقاتهم بلا فامي، مناسباتهم، يعني هل يمشوا في المناسبات، هل الناس جابين روحتيهم، هل الناس عندهم لا فامي اللي يدخل واللي يخرج، ناس اجتماعيين ولا ناس معقدين ما يحبوش الداخل والخارج، ما يحملوش الناس، يعني وتشوفي هل الظرف هذا يساعدك ولا لا. ايضا حاجه واحده اخرى، تسقسيه وعرفي العادات نتاعهم، التقاليد نتاعهم، مثلا عراسهم، طبايعهم، مناسباتهم، عيادهم كيفاش يجوزوا، يعني تدي هكايا فكره وتشوفي هذا الشيء ثانيك اذا كان مناسب لك ولا لا. هو جينيرالمون حنا نسا كاع نموتوا على العراس، ماذا بينا 7 ايام و7 ليالي هذا هي. ولا كانوا مثلا في عراسهم المشاكل والضيقات، كاين هذوك اللي تاع كي يجوا العراس ويجوا الوليمات ويجوا الفرح ويجوا تجيهم يصفوا الحسابات القادمه. ايضا تقدري تهضري معاه على مثلا على حريتك انتيا، يعني اسكيلي هو مزير ولا لا تدخلي ولا لا تخرجي ولا لا، لازم رجلك على رجله ولا تقدري تخرجي يعني هكاك وانتي حرة ولا. هذه ثاني تفهموا عليها من قبل. ايضا على تربية ذراري تقدري تهضري معاه تشوفي شحال حاب يجيب ذراري، هل هو من نوع تاع الناس اللي يحب يربي ذراري ويحب يعاون مرته ولا لا. اذا كان من النوع اللي يعاون مرته الله يبارك، اذا كان من النوع اللي ما يعاونش مرته يعني باش ديري حسابك. ونقول لك حاجه من عندي، راهي صعيبه بزاف 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 انك تربي وليدك وحدك، صعيبه. نتمنى اني وصلت لكم رساله، نقول لكم من هذا المنبر ردوا بالكم.